تخيل طفل لسه مولود وفي اسنان في بقه، البيبي ده مش سابق لاوانه. استنى هقول لك، خلينا اشرح لك بسرعه. اول حاجه عندنا مجموعتين من الاسنان، اسنان لبنيه واسنان دايمه. واللي بيحصل طبيعي ان الاسنان بتطلع بترتيب معين، الاول القواطع، بعدين الضروس الصغيره والكبيره، واخر حاجه في الترتيب تبقى الانياب. تكوين الاسنان اصلا في البدايه بيكون عباره عن توث باد او برعم اسنان شبه البذره اللي بتطلع منها الزرعه. الطبيعي اكيد ان بعد شهور من ولاده الطفل تبدا الاسنان تطلع، عشان كده بيبداوا يقعدوا في الالعاب وقت التسنين. لكن احيانا بسبب عوامل وراثيه البرعم ده بيبدا ينمو بدري جدا، وممكن يحصل العكس، يعني البرعم ده ما يتكونش اصلا فيعمل حاجه اسمها هايبودونشيا، يعني قله في عدد الاسنان، او يحصل العكس، يحصل حاجه اسمها هايبردونشيا، زياده في تكوين الاسنان زي الفيديو اللي اتكلمنا عليه قبل كده. وفي الحاله دي اللي شفناها حاجه اسمها نيتال تيث، يعني الطفل بيتولد ومعاه اسنان جاهزه. المميز في الاسنان دي انها غالبا مش مكتمله، بتكون ليها لون اغمق شويه عشان طبقه المينا لسه ما اتكونتش كويس، وبتكون سايبه جدا عشان ما عندهاش اربطه حوالين السنه، حاجه اسمها بيريودونتال ليجامنت اللي هي بتبقى ماسكه السنه مع العظم، وعشان كده في اغلب الاوقات بنشيلها بسهوله. كمان في سبب عملي جدا يخلي الدكتور يشيلها، عشان الامهات وقت الرضاعه ما حدش عايز بيبي مولود ومعاه عضاده طبيعيه، وبما ان الاسنان سايبه فممكن الطفل بسهوله يبلعها ولا قدر الله ممكن تعمل مشكله، فطبعا هنشيلها احسن. الخلاصه الاسنان اللي بتظهر مع الطفل وقت الولاده اسمها نيتال تيث، معظم الوقت بتكون ضعيفه جدا ومش كامله، وبيتم خلعها بسهوله عشان ما تسببش مشاكل للطفل او للام. لكن المهم اننا نعرف انها مش دايما علامه خطر، احيانا مجرد صدفه وراثيه غريبه. انا حاتم دكتور اسنان، ولو عايز اي معلومه عن الاسنان اكتب لي في التعليقات واعمل لي متابعه. سلام.